خلاص. انت عايز تفرق في حاجه ثانيه كده؟ ده خلاص. اه قاعد ستة كده. انا عايز ستة 4 و2 بص 5 بيع او 1 بيع. يلا نص. عايزين اطلع. تصوير وبتاع كده. اخش بقى بيهم مع التتبيل على طول. تمام. اطفي الشفاط، اطفي الشفاط. الشفاط ده هو عايز الدخانه كده وعايز يشوف. طلبنا بقى من عنده الصينيه دي، والصينيه دي بقى انت بتشكلها على مزاجك، فيها فليت وريش وطرب وصدق وكفته، وطلبنا كمان كذا حاجه كده معاهم. تعالوا نشوفوه. المكان ده انا الصراحه ما كنتش اعرفه، ودي اول مره اللي انا اجربه. تتبيلتها حلوه، مش مقفورين في التتبيله، ونسبه اللحوم ونسبه اللحمه مظبوطين، يعني مش هتحس ان في حاجه اكتر من حاجه. الطرب ده بقى انا اصلا انا كده بحبه، وبحب الطرب كمان لما يبقى دسم قوي والمنديل بتاعه تقيل. هما كانوا عاملينه خفيف مش تقيل قوي، مع الطحينه تحفه، بالذات بقى كمان لو حطيته في عيش برده هيبقى وهم. جرب الطرب من هناك وهتدعي لي. تتبيله الصدق حرشه كده، الناس اللي بتحب الحاجات الحرشه كمان مش هتحسه مشوي قوي وناشف، لا هتلاقيه مستوي كويس وهتحس ان انت بتاكل لحم. انا عايز بقى اقول لك يا غالي ان الريش دي بقى هي نقطه ضعف. تخيل كده انك بتاكل ريش مستويه كويس، تتبيلتها حلوه واللحمه بتاعتها بتدوب. الريش والطرب والكفته والصدق كلهم بالترتيب كده وعلى ضمانتي. اللحمه الفيليتو هي دي اللي كانت بتتقطع قدامكم، بصوا بعد الشوي بقى شكلها عامل ازاي. منظر اللحمه اصلا كفيل ان هو يجوعك. كمان عاجبني قوي موضوع ان هو ما بيعملش غير مشويات، ودي حاجه انا بحبها عشان كل واحد كده يبقى متخصص ومتميز في الحاجه الواحده اللي هو بيعملها. الطرب ده يا جماعه وصاحبي بقى طلب الممبار، وده انا ماليش عليه قوي. ده شكل صبع الممبار باين عليه ان هو مكبوس، حسيته قريب من ممبار البيتي بس ما شدنيش يعني قوي، فسبت الطبق كله لصاحبي. اظن انتوا كده عرفتوا ايه اكتر حاجات عجبتني، واللي برشح لكم ان انتوا لو رحتوا هناك تطلبوه. طبق السلطه برده اللي بينزل لك مع عصره الليمون كده حكايه. تعالوا بقى كده نعملوا ميكس قبل ما ندخلوا على الحواوشي. ناخد نص صبع صدق ونص صبع كفته ونص طرب وحته بتلو، وتقفل اللقمه اللي هتنفجر دلوقتي دي وتنزل بيها في الطحينه وتعيش. بجد كان نفسي اعملها ساندوتش من الاول واكلها كده. نختم باخر حاجه برغيف حواوشي لحمه. اللحمه اللي فيه يعتبر ولا كتيره قوي ولا قليله، مظبوط، بس الطعم بقى هو اللي صدمني بجد. تتبيله الحواوشي قويه وواضحه، عجبتني قوي. بس عندي تعليق على حاجه واحده بس، ان رغيف الحواوشي مش واخد كراست طري كده فمش بيقرمش. لو كانوا ركزوا على النقطه دي كان هيبقى تحفه. والمكان ده بقى هو مشويات ابو وعد، موجود في المنظره في شارع 30 مساكن الزباط.